ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وحشتوني كتير كتير كتير. عايزين بقى النهاردة ندردش مع بعض في شوية حاجات كده مضايقة الستات. مثلا تلاقي الراجل قاعد مع مراته بيتفرجوا على المسلسل، يفضل بقى يبتدي شغل التقطيع. شايفة الممثلة دي عاملة ازاي؟ شايفة شكلها ايه؟ شايفة مهتمة بجسمها ازاي؟ شايفة مهتمة بشكلها ازاي؟ طيب وانت يا حبيبي يلي بتتكلم كده وفرحان بنفسك، انت مش شايف هي عاملة كده ازاي ومن ايه؟ دي كل يوم في الجيم، كل يوم في كوافير، ده ميك اب، ده بتعمل شعرها، مظبطة نفسها. فلوس، بتديها فلوس، بتدي مراتك فلوس تعمل كده عشان تبص لنفسها وتعمل لك. وبعدين يعني معلش، انت اهو مهتم بايه يعني؟ مهتم بايه؟ بتعمل ايه؟ بتروح جيم؟ مش باصص لكرشك يعني؟ ما تخنتش انت كمان؟ ما اتغيرتش؟ مزايك زيها؟ متضايق من شكلها؟ خليها، اديها فلوس، اديها فلوس وهي تبقى احلى منهم. هتبقى احلى منهم بكتير. خليها تروح جيم وتعمل ميك اب وتجيب هدوم، وهتهتم كتير، وهتبقى احلى بكتير من اللي انت شايفهم دول. محدش يزعل من كلامي، مش عايزه اي واحد يسمع الكلام ده يتضايق، هي دي الحقيقه. فبلاش بقى انت تخنتي وبص لنفسك وتسد نفسها. تلاقي الواحده يا عيني تقعد تعمل مثلا ايه، ميك اب، تغير من شكلها عشان تبسط جوزها، وفي الاخر يقعد يقطمها ومش عاجبه. ليه؟ مش حاسس بقيمتها ليه؟ هتعمل لك ايه يعني؟ ما هي عايشه وراضيه وساكته، هتعمل لك ايه اكتر من كده؟ ما تحمد ربنا على اللي انت فيه. مالها الست عملت ايه؟ ما هي قاعده طول النهار في البيت بالعيال، تزعق وصوتها جايب من اخر الشارع، بس يا ولا بس يا بيت، واكل وشرب وغسيل ومسح. وانت بتيجي على الجاهز تلاقي الدنيا هاديه وتيجي تاكل وتشرب وما انتش حاسس بحاجه. لا بص بقى، الناس اللي انت بتتكلم عليهم دول عندهم خدامين بيخدموهم، عندهم ناس بتربي لهم عيالهم، تعمل لهم اكلهم، مريحينهم. لكن مراتك دي ايه بقى؟ دي كل حاجه، زوجه وام وخدامه ليك ولولادك كمان. تعمل لك ايه تاني؟ بتتعصب من ايه؟ ما هي طول النهار قاعده في البيت بتزعق، العيال بيعصبوها وبيجننوها، وبتحاول تهدي لك الدنيا برضه، ما هيش ساكته يعني، ما تفكرش حاجه. وفي الاخر تيجي تتأمر عليه. تتأمر على ايه؟ انت بتتأمر على ايه يعني؟ انت مش حاسس ليه بالنعمه اللي انت فيها؟ طب روح قول يا جواز كده تاني، ان لقيت واحده بقى تستحملك زي ما هي مستحملاك يبقى بحق. مفيش واحده هتستحملك زي مراتك الاولانيه اللي شالتك وربت لك عيالك. مفيش حد هيستحملك زيها، وهتعرف قيمتها، خلي بالك. ايوه، فما تتكلمش، ما تبصش بقى ايه دي فلانه دي عامله كذا وفلانه دي عامله كذا لا 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 لا، سيبك انت خالص من الكلام ده. ما تحبطهاش، حرام عليك، سيبها باللي هي فيه. ما تفكرش ان انت لوحدك اللي بتتعب وبتشتغل وبتشيل هم، لا بالعكس، هي كمان بتتعب وبتشيل هم زيها زيك واكتر كمان. في حاجات كتير، فلازم نحس ببعض، لازم يبقى في تعاون، لازم يبقى في كلمة حلوة، ما تسدوش نفس بعض. مش انت لوحدك اللي شايل هم وبتشتغل تقول لها انا شايل هم الدنيا، لا بالعكس، هي كمان شايلة الهم معاك وبتفكر في راحتك وفي راحة ولادك. فما تبصش بقى للناس دي، الناس دي
بيبقى عندها 50 80 90 سنة والفلوس بتخليها كده. العز والفلوس الكتير هتخليها تروح تهتم بنفسها وهتبقى سنها صغير كده زيهم بالظبط. فكل واحد بقى يبص لعيشته ولبيته. وبعدين في ايه؟ ده مفيش ارق من الواحدة. بالكلمة الحلوة بتبقى كويسة جدا جدا جدا. ليه ما نضحكش في وشهم؟ ليه ما نقول لهمش كلمة حلوة؟ ليه؟ تطيب خاطرهم. ايه هتخسر ايه؟ بالعكس ده ثواب. هتخسر ايه لما تاكلها في بقها وتحسسها كده ان انت بتحبها، لما تطبطب عليها؟ هتخسر ايه؟ هي ليها مين يعني غيرك؟ اهتم بيها. الاهتمام بيجيب اهتمام، لكن مش تقعد تعاملها وحش وتقطم فيها وعايز تلاقي منها معاملة كويسة. لا، ابتدي انت بالمعاملة الحلوة، هتلاقيها هي بتعاملك احسن ما انت بتعاملها بكتير. فيا ريت ناخد بالنا من بعض كويس قوي ونهتم ببعض قوي قوي قوي، عشان ما نضيعش بعد كده من بعض ونرجع نندم ونقول يا ريت. المشاكل الكتير دي اساسها ايه؟ اللي في حياتنا وفي بيوتنا. لازم تبقى مشاكلنا دي مع بعضنا بس، محدش يعرف بيها. لازم نحلها سوا بس، ما ينفعش حد تالت يخش حياتنا. ونراضي بعض ونراضي ربنا كده عشان الدنيا تبقى حلوة، وربنا يسعدكم كلكم. واشوفكم على خير، ويا ريت محدش بقى يزعل من كلامي. وكل سنة وانتم طيبين عشان العيد على وصول خلاص. واشوفكم على خير. باي باي.